بيبدأ فيلمنا سنة 1979. محطة الفضاء سكاي لاب خرجت عن مدارها ووقعت، ورغم إن ناسا قالت إن كل الحطام اتحرقت، الحقيقة كانت مرعبة وعكس كل ده تماما. في سنة 2007 في غرب أستراليا، إينوس كان سايق موتوسيكله وسط عاصفة رملية مرعبة لحد ما وصل لمحطة بنزين واتصل بواحدة اسمها مارتينز، ودي كانت عالمة كيمياء حيوية كانت في بريطانيا وقتها. إينوس كان منهار وبيحاول يشرح لها إنه كلم ناس كتيرة في ناسا والكل طنشه، وقال لها إن سكان المنطقة بيموتوا بسبب حاجة خرجت من خزان سكاي لاب اللي وقع في أستراليا من 28 سنة. مارتينز حاولت تفهم منه أكتر، بس العاصفة قطعت الخط. بعد 27 ساعة مارتينز وصلت لمحطة البنزين دي، وهناك قابلت اتنين، روبرت وترينتي من وكالة تقليل المخاطر الدفاعية. مارتينز وضحت لهم إن الخزان ده كان مبعوث للفضاء، وفيه فطر طفيلي عنده قدرة غريبة إنه يتكيف وينتقل من فصيلة للتانية، بس هي شاكة إن اللي خرج دلوقتي حاجة تانية خالص. ولفتت نظرهم إن مفيش أي حد ظهر في المنطقة من وقت مكالمة إينوس، وده معناه إن الكل غالبا مات. بعد ما مارتينز حقنت نفسها بمصل ضد الحساسية القاتلة، التلاتة لبسوا بدلات العزل وبدأوا يفتشوا المكان وهم مشغلين كاميرات الجسم. ترينتي كانت مستغربة ليه ناسا تبعت كائن خطير زي ده للفضاء، فمارتينز شرحت لها إنهم كانوا بيحاولوا يطوروا أدوية مضادة للفطريات. الفريق لقى 14 بيت و12 عربية، بس الغريب إنهم ما لقوش بني آدم واحد. أخيرا الفريق لقى الخزان، ومارتينز لاحظت إن السكان المحليين حاولوا ينظفوه بمحلول بدائي من البطاطس وصابون المواعين. الخزان كان محطوط في مبنى مسميينه متحف سكاي لاب، ومليان جرايد قديمة عن القمر الصناعي اللي وقع. مارتينز استخدمت عدسة مكبرة واكتشفت وجود شقوق مجهرية في جسم الخزان، وده معناه إن خلطة البطاطس دي اتسربت لجوه وغذت الفطر، ومع شوية مية الفطر ده قدر يتكاثر بسهولة رهيبة. مارتينز لمحت بقعة خضراء على واحد من الشقوق وطلبت من روبرت يسندها عشان تقرب وتفحصها، واتأكدت إن الفطر الأخضر ده نما وتحور. وفجأة الفطر اتحرك وهجم ناحيتها، فعلى طول اتنطرت لورا من الرعب. في اللحظة دي ترينتي بلغتهم إنها لقت جثة، فمارتينز جريت وراها وهي مش واخدة بالها إن في حتة من الفطر لزقت في جزمتها. الفطر بدأ ياكل في نعل الجزمة ودخل جوه بدلة العزل، وفوق واحد من الأسطح لقوا جثة بشعة، القفص الصدري مفتوح بالكامل وعظام الجمجمة مشقوقة نصين. روبرت بص حواليه واتصدم لما لقى إن كل سكان البلدة ميتين فوق الأسطح بنفس الإصابات. مارتينز حطت نظرية مرعبة، الفطر ده سيطر على عقولهم وخلاهم يتسلقوا الأسطح ويستنوا لحد ما جسمهم ينفجر، والهدف من كده إن الفطر ينتشر في الهواء في مكان عالي عشان يغطي أكبر مساحة ممكنة. وفجأة راس الراجل الميت اتشققت وظهر الفطر وهو مليها من جوه. مارتينز رجعت للخزان عشان تاخد عينة، وهي بتشرح إن أكيد في بويضة فطرية اخترقت الخزان وقت ما وقع على الأرض، وده معناه إن في فصيلة جديدة وقاتلة اتولدت النهاردة. وبمجرد ما مارتينز أخدت العينة الفريق بدأ يتحرك بسرعة، بس اللعنة كانت بدأت خلاص. الفطر اخترق جسمها وبدأت تحس بحرارة غريبة وشمت ريحة توست محروق جوه البدلة، ودي كانت أول علامات السيطرة على مخها. الدوخة خلتها مش قادرة تمشي، وفجأة رجعت فطر أخضر جوه الخوذة. الفطر بدأ يسيطر على جهازها العصبي ويزن في دماغها بكلمة واحدة: انشري انشري. مارتينز فقدت السيطرة وجريت على العربية. ترينتي طلعت مسدسها عشان توقفها، بس روبرت زقها بعيد لما مارتينز حاولت تدهسهم بالعربية. العربية خبطت روبرت ودمرت له ظهره فما بقاش قادر يتحرك، وهي حاولت تسرق المسدس ودخلت في خناقة مع ترينتي وقدرت تاخده فعلا، وقررت تنهي حياتها بنفسها. بعد كام ساعة الجيش وصل البلد ولموا العينات، وقبل ما يمشوا فجروا البلد باللي فيها تماما. العينة اتنقلت لمنشأة سرية في كنساس واتحطت في مخازن تبريد. السنين عدت والمنشأة دي اتهجرت وبقت تابعة لشركة تخزين خاصة من غير أي اهتمام باللي جواها. وفي سنة 2026 بنتعرف على واحد اسمه ترافيس وبيروح لشغله في المخازن دي، وهناك بيقابله المدير جريفن اللي بيقعد يرزل عليه. جريفن كشف له عن خطته انه عاوز يسرق المكان وطلب من ترافيس يساعده، وهنا هو رفض في الاول، بس جريفن فضل يهدده لحد ما ترافيس وافق بالعافية انه على الاقل يفتح الباب للعصابة بالليل. ماري بتوصل عشان تشوف وحدة التخزين بتاعتها، ولما ترافيس بيحاول يدردش معاها بلطف بيبان عليها انها مستعجلة جدا. وبعد ما بيوصلها للاسانسير بيسمع صوت تصفير غريب بس بيطنش وبيقول لنفسه اكيد تهيؤات. وجوه وحدة التخزين ماري بتطلع مسدس مخبياه في جزمة وبتبص لصورة جوزها الميت وبتقول
بتقول له عيد زواج سعيد، وبترفع المسدس على راسها عشان تنهي حياتها، بس في اللحظة الأخيرة ما بتتجرأش وبتقرر تنام شوية الأول. ترافيس بيسمع صوت التصفير من تاني، فبيستخدم اللاسلكي عشان ينادي زميلته الجديدة ناومي بتنزل الصالة بس ما بتسمعش حاجة في الأول، وأثناء ما بيتعرفوا على بعض وبيسلموا بالإيد هي بتلمح التاتو اللي على دراعه، وفجأة ناومي بيجيلها مكالمة وبتحصل خناقة سريعة على الموبايل، وفي اللحظة دي هي كمان بتبدأ تسمع صوت التصفير المزعج. وعلى الناحية التانية في ولاية نورث كارولاينا، روبرت الناجي من أحداث أستراليا بيصحى من النوم على مكالمة من الحكومة، وبعد ما بيطمن مراته إن مفيش حاجة بيفتح الخزنة بتاعته وبيطلع موبايل القمر الصناعي القديم وبيكلم القاعدة بتاعته. أبيجايل بتشرح له إن في إنذار اختراق حراري وصل لهم من منشأة قديمة تم إيقاف تشغيلها. روبرت بيتنرفز جدا وبيفكرها إنه حذر رؤسائه مليون مرة إن حالة الجو ممكن تأثر على نظام التبريد في المخازن، بس ملقاش حد يسمعه، وبما إنه دلوقتي متقاعد طلب معدات وتصاريح أمنية عشان يتحرك. وبنرجع تاني للمخزن، ترافيس وناومي بيوصلوا لمكان الصوت وبيكتشفوا إنه جاي من ورا حيطة سد. ناومي بيجيلها مكالمة تانية وبتطنشها وبتقول لترافيس إن ده أبو ابنها ومشاكلهم ما بتخلص، وبعدها بتقترح إنهم يكسروا الحيطة دي عشان يعرفوا إيه اللي بيصفر وراها، بس ترافيس بيرفض تماما لأنه مش عاوز يطرد من الشغل. بس ناومي ذكية وقدرت تخمن ان التاتو اللي على دراع ترافيس بتاع سجون، وعرفت انه لسه تحت المراقبه، فبدات تترجاه وتضغط عليه لحد ما وافق، وعلى طول جاب العده وكسر فتحه في الحيطه وظهرت وراها اوضه فيها كمبيوتر عملاق قديم. ترافيس دخل يستكشف، بس ناومي هي اللي فهمت ان دي لوحه تحكم بتراقب درجات الحراره، وبعد ما كسروا حته اكبر من الحيطه دخلت معاه، وهو حكى لها ان المبنى ده اصلا كان مخزن عسكري قديم. وهنا لقوا خريطه على الحيطه، وناومي صورتها بالموبايل لما لاحظت ان في ادوار سفليه للمبنى. طبعا ناومي عاوزه تنزل تستكشف، وترافيس مش عاوز يتهور فبدات تترجاه تاني. هنا ترافيس انفجر فيها وقال لها ان مشكلته الوحيده في الحياه انه بيوافق دايما وبيمشي ورا الناس، وده اللي وداه للسجن في الاساس. ناومي اعتذرت له انها ضغطت عليه، فقرر يروح معاها عشان يحميها. الاتنين ركبوا الاسانسير ومشيوا ورا الخريطه لحد ما وصلوا لباب مخفي جوه اوضه عمال النظافه. الباب كان متبرشم تماما، بس خبطه قويه بالرجل فتحته، ولقوا نفسهم في اوضه سريه. واول ما دخلوا في انذار ضرب لثانيه واحده وفصل، فبصوا حواليهم لقوا معدات من السبعينات وبدلات عزل قديمه، وفي اخر الممر لقوا فتحه فيها سلم نازل للادوار اللي تحت. ناومي خلت ترافيس ينزل الاول كنوع من التامين، وتحت لقوا باب مكتوب عليه لاعضاء الوكاله فقط، وبما انهم ما يعرفوش هي ايه الوكاله دي فتحوا الباب ودخلوا بكل بساطه. ورا الباب كان في غرفه محكمه الغلق ومواسير ضخمه فيها ميه بتلج، وفي ركن من الاوضه شافوا منظر يقرف، فيران غرقانه في الفطر ومش قادره تتحرك لدرجه ان ديولها كلها مربوطه في بعضها. المشهد بقى مقرف ومرعب لابعد الحدود. الفيران بدات تاكل في بعضها من الجوع والجنون اللي سببوا الفطر. ترافيس اتنطر لورا لما فار حاول يهجم عليه، وناومي قربت من شباك الغرفه المحكمه واتصدمت لما لقت الفطر مالي الجدران من جوه ومغطي الباب تماما. لسه بتمد ايديها تلمسه، ترافيس صرخ فيها ومنعها في اخر لحظه. ناومي لاحظت ان الباب سخن جدا وكأن في غلايه جوه، فقرروا يهربوا فورا ويرجعوا لفوق. بره المبنى مايك زوج ناومي وصل بعربيته وهو في قمه الغضب والاحباط، وقعد يضرب في الدركسيون وطلع مسدسه وبصله بصه غريبه، وبعدين اتصل بناومي بس طبعا ما ردتش، فساب لها رساله صوتيه بيشتكي انها بتتهرب منه وبيقول لها بوضوح انا في ورطه كبيره. وهو بيتكلم سمع خبط في شنطه العربيه، فنزل يشوف فيه ايه واتفزع لما لقى الشنطه بتتحرك لوحدها، ولما فتحها لقى قطته اللي كان فاكر انه قتلها بالرصاص لسه عايشه. مايك اعتذر للقطه، بس القطه لفت وشها، وهنا ظهرت الكارثه، نص وشها مأكول ومختفي تماما بسبب الفطر. القطه هزقت مايك بصوت مرعب ونطت من الشنطه ورجعت الفطر على الارض، وبعدين اتسلقت على السطح وطلعت فوق اريال وانتحرت عليه. الاريال اخترق دماغها وجسمها انفجر، والدم الملوث نزل غرق مايك وشويه غزلان كانوا واقفين جنب العربيه. الفطر في ثواني اخترق مخ مايك خلاه ينهار وقعد يرجع لمده دقايق. بعدها الفطر اداله امر مباشر في دماغه لازم تلاقي بشر تانيين، ومايك فهم الرساله فورا انه لازم يروح لناومي. مسك مسدسه ودخل المبنى، والاسوأ ان في غزال مصاب بدأ يمشي وراه وكأنه جيش من الزومبي. في نفس الوقت روبرت كان على طياره تابعه للوكاله بيتفرج على فيديو موت مارتينز القديم بحزن، وفجأة جاله تليفون من ويزلي القائد الجديد للقطاع. ويزلي شايف ان روبرت مهووس بقضيه قديمه ماتت وشبعت موت، وبيحاول يقول له يبطل اللي بيعمله ده. الخناقه بين روبرت وويزلي خلصت بقفل السكه، بس ابيجايل كلمت روبرت وقالت له انها قرأت تقارير حادثه استراليا ومصدقاه وواقفه في صف. روبرت قال لها على رساله لترينتي فيها كود البند رقم 7، وحذرها ان خطه متراقب ولازم هي اللي تطلبه دايما. ولما ويزلي قفش ابيجايل بتتكلم في موبايلها الخاص، هنا هي اشتغلته
كلمته وادعت انها بتكلم صاحبها بخصوص انها شاكه في حمل عشان يحل عنها ويسيبها في حالها. وبنرجع للمخزن، ترافيس وناومي دوروا على النت وعرفوا ان الوكاله دي هي وكاله عسكريه لتقليل المخاطر الدفاعيه. واول ما خرجوا من اوضه المنظفات اتصدموا لما شافوا غزال راكب الاسانسير وطالع له. ترافيس ما كانش فاهم ازاي ده حصل. وبنرجع فلاش باك سريع كشف لنا الحقيقه المرعبه. الفطر اخترق غرفه العزل من فتحه صغيره من الباب من سنين، ومن كام ساعه بس صرصار اكل منه واتعدى، وبعدين فار حاول يصطاد الصرصار فالفطر لزق في مناخيره. الصرصار طلع من فتحات التهويه ووصل للشارع، وعربيه مايك دهسته فالفطر طلع على الكاوتش ودخل الشنطه وصحى القطه الميته، وحصل اللي احنا شفناه. ترافيس وناومي جريوا على الصاله ولقوا الغزال خارج من الاسانسير، واول ما شافهم هجم عليهم بجنون. ناومي شدت ترافيس في اخر لحظه قبل ما الغزال ينفجر، وقوه الانفجار خلت قرونه تطير وتغرس في الحيطه زي السكاكين. وفجاه مايك خرج هو كمان من الاسانسير وبدا يعترف بهلوسه انه قتل القطه اللي كانت ناومي بتحبها جدا، وطلع مسدسه وقعد يصرخ فيهم وهو بيطلب منهم طلب مقرف ومرعب: افتحوا بقكم عاوز ارجع جواه. الفطر دلوقتي مسيطر عليه تماما وعاوز ينقل العدوى باسرع طريقه. ترافيس وناومي جريوا باقصى سرعه ومايك بدا يضرب نار وراهم، وصوت الرصاص صحى ماري من نومها وهي مفزوعه. ولما سمعوا خطوات مايك بتقرب استخبوا جوه وحده تخزين عشوائيه، بس الحظ كان ضدهم والباب علق وما قفلش للاخر. مايك عدى من قدامهم وما شافهمش، بس ترافيس وهو بيرجع لورا خبط في شويه كراكيب وعمل دوشه فظيعه. مايك رجع فورا وحاول يمد ايده من فتحه الباب عشان يفتحها، فترافيس وناومي ضغطوا بكل قوتهم على الباب وقفلوه على ايديه. وعلى طول ناومي طلعت موبايلها وبدات تدور على اي رقم استغاثه. في الوقت ده روبرت وصل المطار وقابلته تريني وقالت له انهم لازم يعدوا يجيبوا البند رقم 7 الاول قبل ما يروحوا للمخزن. فجاه ابيجايل اتصلت بروبرت وبلغته ان معاها مدني من جوه المنشاه على الخط الثاني ودمجت المكالمتين. ناومي حكت لروبرت كل الكوارث اللي شافتها، ومايك لسه بيخبط على الباب بجنون. روبرت استوعب ان الفطر بيطور دلوقتي طرق انتشار جديده، فوعدها ان هيوصل في اسرع وقت واداها تعليمات صارمه: محدش يلمس الفطر، استخبوا ومحدش يتكلم مع اي حد غيري انا وابيجايل. واول ما روبرت قفل السكه تريني قالت له بدم بارد: الاتنين دول غالبا ميتين. وجوه المخزن ترافيس وناومي دخلوا في نقاش غريب: هل اللي بيحصل ده يعتبر زومبي ولا لا؟ وقطع كلامهم صوت حركه بره. جريفن وصل هو وعصابته عشان ينفذوا عمليه السطو، واول ما دخلوا اتصدموا بمنظر جثه الغزاله المنفجره والقرون اللي غارزه في الحيطه. جريفن مسك اللاسلكي وقعد يهدد ترافيس ويتوعد له انه بوظ له الشغلانه بفتحه الابواب دي، وبعدها ساب اللاسلكي وراح هو وعصابته لوحده التخزين عشان يسرقوا شاشات تلفزيون كتير. في الوقت ده روبرت وتريني نطوا من فوق سور واقتحموا بيت قديم، وهناك فتحوا صندوق وطلعوا البند رقم 7. وهم خارجين صاحب البيت قفشهم وكان معاه سلاح، بس المفاجاه ان صاحب البيت ده طلع ابن تريني وسابهم يمشوا. بره البيت روبرت قعد يأنب تريني ويوبخها ازاي تخلي حاجه بالخطوره دي في بيت مدنيين، بس تريني كانت شايفه ان الموضوع عادي وحضنت روبرت وطلبت منه يكمل المهمه لوحده لانها بقت بطيئه وهتكون عبء عليه في المواجهه اللي جايه. وهو سايق روبرت كلم ابيجايل وحذرها من كارثه: لو الدنيا مطرت الفطر هينتشر بسرعه ومستحيل نسيطر عليه، وطلب منها تفتح له الاستطلاع بالاقمار الصناعيه لان اي كائن مصاب هيكون ليه بصمه حراريه غير طبيعيه على الرادار. وابيجايل قالت له انها هتحاول تستخدم علاقاتها وتطلب شويه خدمات عشان تاخد التصريح ده. في المخزن ترافيس صمم انه لازم يخرج، وناومي كانت خايفه وبتقول ان المكان بره خطر. المره دي ترافيس هو اللي كسب الجدال، وخرجوا فعلا وبداوا يتسللوا في الممرات، وشافوا ان جسم مايك بقى في حاله صعبه جدا، الفطر كان بياكل فيه حرفيا. وفجاه مايك لقى نص افراد العصابه جوه وحده التخزين، فهجم عليهم ورجع الفطر على وشهم كلهم عشان يعديهم، وقفل عليهم الباب وحبسهم جوه لحد ما الفطر سيطر على عقولهم تماما. وبعد ما مايك لمح ترافيس وناومي بدا يطاردهم بجنون وهو بيطلع اصوات مرعبه، ولسه هيقرب منهم فجاه رصاصه استقرت في راسه. ماري هي اللي ضربت النار وجسم مايك انفجر في ثواني وغرق الممر كله بالفطر المقرف. ماري كانت عاوزه تهرب بالاسانسير، بس ترافيس سمع صوت جريفن وعصابته بيقربوا فشدها بسرعه على السلالم. ماري قبل ما تمشي سلمت المسدس لترافيس عشان يحمي نفسه. جريفن وعصابته بداوا يدوروا على ترافيس في الطرقه، فترافيس قرر يرمي المسدس بعيد عشان ما يبقاش هدف ليهم. في الوقت ده بقيه الحراميه اللي مستنيين بره زهقوا من الانتظار وقرروا يخلعوا بكام شاشه تلفزيون قدروا يسرقوها. ترافيس واجه جريفن ورجالته وحذرهم انهم يقربوا من جثه مايك، وفي اللحظه دي الحراميه اللي محبوسين جوه الوحده بداوا يفقدوا عقلهم ويخبطوا على
على الباب بجنون. ترافيس حاول يشرح لجريفن ان الناس اللي جوه دي مصابين بمرض معدي جدا وقاتل، بس جريفن كان فاكر ان ترافيس بيلعب بدماغه وصمم انه يفتح لهم الباب. وهو بيحاول يهدد ترافيس وقع على الارض واتزحلق في بركه الدم، وبدون قصد ضغط على الزنات وضرب رصاصه في دراع ترافيس. ورغم وجعه ترافيس قرب من باب الوحده، وبدل ما يفتحه قفله بالجنزير تماما. وقبل ما جريفن يستوعب اللي حصل، ناومي رشت في وشه طفايه الحريق، واستغل ترافيس وناومي الفرصه وجريوا يستخبوا. شريك جريفن دخل معاه في خناقه عشان ياخد المسدس، فجريفن ضربه بالبوكس ونادى على بقيه عصابته اللي جوه وقال لهم ان المفتاح معاهم. واول ما جريفن فتح الباب اتجمد مكانه من الرعب لما شاف صحابه اتحولوا لايه. ملامحهم كانت ضايعه والفطر مغطيهم بالكامل. الراجل التاني حاول يهرب وهو مذهول من اللي شافه، بس اتزحلق في الدم ووقع فوق الفطر وبقى هو كمان مصاب. في اللحظه دي ترافيس وناومي قدروا يخرجوا من المبنى، واخيرا قابلوا روبرت. وابيجايل اكدت له ان من خلال الرادارات الاتنين دول لسه سلام، فروبرت سلمهم مسدس وبدلات عزل جديده، وطلب منهم طلب انتحاري: لازم ترجعوا جوه وتزرعوا البند رقم 7، واللي اكتشفنا انه عباره عن قنبله مدمره. ترافيس اتخض من فكره انه يقتل الناس اللي جوه، بس روبرت طمنه ان الانفجار هيكون محكوم تحت الارض، وفهمه ان دي الطريقه الوحيده لانقاذ الكوكب من الفطر ده. روبرت قرر يفضل بره في الجراج عشان يمنع اي حد مصاب انه يهرب. وبعد ما لبسوا البدلات واخدوا القنبله دخلوا المبنى تاني. روبرت على الناحيه التانيه بدا يقطع كاوتشات كل العربيات في الجراج عشان يضمن ان مفيش اي حد يهرب بيهم. ابيجايل حذرته باللاسلكي ان في كائن حي بيقرب منه، وفجاه ظهر واحد من العصابه من وراه وهو مصاب. روبرت قتله بكام رصاصه بسرعه، بس الحركه المفاجئه دي دمرت ظهره المكسور ووقع على الارض من الوجع. وعلى طول ضرب نار على الموتوسيكلات وعمل حريقه صغيره عشان يعمل حاجز نار. على السلم جريفن سمع صوت ضرب النار وكان بيحاول يسيطر على اصحابه المصابين بالمسدس، بس واحد منهم هرب منه ورجع لجوه. في الوقت ده ترافيس وناومي وصلوا لغرفه العزل، واتصدموا لما لقوا ان الفطر ما بقاش في الاوضه بس، ده انتشر وبقى مالي الاوضه اللي جنبها كمان. ولما ترافيس وناومي حطوا القنبله اكتشفوا الصدمه. روبرت كان مبرمجها تشتغل تلقائي، ومعاهم 6 دقايق بس عشان يهربوا من المكان قبل ما يتهد فوق دماغهم. وفعلا بدأوا يجروا بأقصى سرعتهم. روبرت بره لاحظ ان الفطر خرج من جثة الشخص اللي لسه قتله وبدأ يزحف ناحيته وهو مش قادر يتحرك. في نفس الوقت جريفن زق واحد من الحرامية المصابين ناحية الباب عشان يهرب، وروبرت ما كانش عنده وقت للتفاهم وضرب عليه نار فورا ووقعه في مكانه. وحاول يضرب جريفن كمان، بس جريفن استخبى جوه. وفجأة جثة الحرامي المصاب قعدت وبدأت تتكلم. جريفن من كتر الرعب فرغ فيه المسدس وطلع يجري لبره، ولسه هيضرب روبرت بالنار. فجأة ظهرت تريني في الوقت المناسب وخلصت على جريفن قبل ما يلمس شعره من روبرت. جوه المبنى ترافيس وناومي لقوا طريقهم مسدود باخر حراميه مصابين. ناومي ما كررتش غلطه ترافيس وضربتهم بالنار فورا، وقدروا يوصلوا لمخرج الطوارئ ويخرجوا من المبنى المهبب ده. تريني رفعت سلاحها عليهم، بس روبرت طمنها وقال لها انهم سلام. الفريق شال روبرت بسرعه وركبوا العربيه وطاروا قبل ما القنبله تنفجر، وعلى طول القنبله انفجرت. الانفجار كان قوته مرعبه لدرجه ان الارض نفسها بدات تنهار وراهم. ناومي داست بنزين لاخر سرعه وهي بتتفادى الحفر اللي بتظهر في الارض والحطام اللي بيقع من كل حته، لحد ما اخيرا قدروا يبعدوا عن منطقه الخطر. وعلى الناحيه التانيه في القاعده ابيجايل بصت على الرادار وما بقتش شايفه اي بصمه حراريه للفطر. تاني يوم ويزلي ظهر في الاخبار وكل الصحفيين هجموا عليه وقطعوه لانه ما اخدش تحذيرات الفطر بجديه وتسبب في الكارثه دي. ابيجايل زارت روبرت في المستشفى وشكرته انه فكرها ليه هي دخلت الوكاله دي من الاساس. وفي الحديقه ناومي قدمت ترافيس لبنتها كبطل، لكن النهايه دايما مش هتمشي سالكه كده. في وسط الغابة ظهر غزال وهو بيرجع الفطر الأخضر من تاني، وكأن اللعنة لسه ما خلصتش. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.